لو حد سألك ليه رمضان في مصر حاجة تانية، وريه بس صور وفيديوهات فطار المطرية في سنة ال 12، الإفطار اللي بقى أكبر عزومة رمضانية في أكتر من 20 شارع، وخلى ناس كتير تحلم تروح المكان بس عشان تعيش الأجواء دي بنفسها. يلا بينا أعيشكم معايا تفاصيل اليوم الجميل ده. السنة دي قررت أجرب إفطار المطرية بنفسي، الإفطار اللي شباب المنطقة دي قدروا يحولوه من مجرد لمة بسيطة بين الجيران لحدث كبير بقى نقطة جذب الناس كتير من كل مكان، وزراء وفنانين ومصورين جايين يشوفوا أكبر إفطار جماعي في مصر. بصراحة كنت رايح وأنا قلقان شوية، قلت يمكن عشان ماليش أصحابي هناك أحس بإحراج، لكن أول ما وصلت لقيت العكس تماما، ابتسامة وترحاب من كل الناس وأجواء مبهجة بتحسسك إنك وسط أهلك، والاحتفالات باينة من أول ميدان المطرية لحد عزبة حمادة، أغاني رمضان القديمة في كل مكان ورسومات وألوان مبهجة على الحيطان وبلالين مزينة الشوارع، حتى الرسومات بتفكرك برمضان زمان، بوجي وطمطم وبكار وفطوطة، تفاصيل بسيطة لكنها بتخليك تحس بروح رمضان. دخلت المطبخ كمان لقيت فراخ مشوية ورز، وبعد الفطار زلابية وقطايف، أكل بسيط موجود في بيوتنا لكن طعمه هنا وسط اللمة مختلف تماما. السنة ال 12 لإفطار المطرية الشباب جهزوا حوالي 100,000 وجبة للفطار، غير أكتر من 20,000 وجبة تيك أواي للناس. ومع أذان المغرب المطرية كلها كانت في الشارع، ناس في البلكونات وعلى أسطح العمارات، الكل بيشارك في اللحظة الجميلة دي. يوم جميل عشت وسط أهل المطرية واتفاجأت بكم المحبة والتنظيم، ونفسي أشوف الفكرة دي في كل مناطق مصر. ولو مجربتش إفطار المطرية قبل كده يبقى لازم تحط في خطتك رمضان الجاي. وسلام.